يعني نقدر نقول إن الوضع هنا نفسيًا مش أحسن حاجة، إحنا محتاجين نفهم ليه، هي ليه لجأت لده؟ غالبًا المراهق لمّا بيستخدم العادة السرية بطريقة شرهة كده، هو بيكون بيهرب من حاجة معينة وبيستخدمها كمُسكِّن نفسي، محتاجين نركّز على السبب مش على الوسيلة نفسها، محتاجين شوية أمان في العلاقة، محتاجين سِكة أطول شوية في تعليم البنت تنظيم المشاعر، بناء نظام أمان داخلي، يعني عايزين نشتغل على بناء الجانب النفسي بشكل أقوى، بشكل أفضل. قد يكون في اضطراب ما هو اللي خلّاها تلجأ لده. دايمًا المشاكل الجنسية بتكون عَرَض وليست هي المرض. يعني مش هي المشكلة إنها اتفرّجت أو إنها بتعمل عادة سرية، هي بتعمل نظام تهدئة ذاتي. من إيه؟ إيه اللي مخلّيها مش مرتاحة وإيه اللي مخلّيها واصلة للمستوى ده؟ طبعًا وإحنا في إطار الحل وفي إطار التواصل مع حد متخصص يساعدنا، إحنا كمان محتاجين نخلّينا في أمان حواليها، يعني بمعنى ما أحطّش البنت لوحدها مع مكان فيه نت، مع تليفون في إيديها وقت طويل وأنا عارفة إن هي هتعمل ده، لكن كمان ما أقعدش أزعّق وأعاقب وأعمل، أنا محتاجة أمنع الوصول لده بطريقة مختلفة، أشغلها، أتواصل معاها، يبقى في علاقات من صحاب كويسين حواليها، نشتغل على بناء الشخصية وتنظيم المشاعر، في حاجات كتير ممكن نعملها تساعدها أكتر من إنها تستخدم الجنس كوسيلة لتهدئة نفسها ذاتيًا.